السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية صحتك تأمن. في النهاردة الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة تخص المرأة، اللي هو الحفاظ على جمال المرأة خصوصا مع تقدم السن. وأول حاجة هنتكلم عن 9 أخطاء ممكن تأثر على جمال المرأة مع تقدم السن، فلازم تحذر منها وتتجنبها. بعد كده فيه نصايح بسيطة عشان تعتني بالبشرة في خصوصا بالليل، وأطعمة مطلوبة علشان تجدد الخلايا لإطالة العمر وتحافظ على جمالها مع تقدم العمر بتاعها. كمان في بعض أنواع من الفاكهة لازم بتحميها وعشان تحافظ على جمالها وتحميها من مظاهر الشيخوخة المبكرة، فلازم تعزز نظامها الغذائي بيها. فهنتكلم عن ده في الفيديو بتاع النهارده، لتظهر المرأة وتحافظ على جمالها وشبابها فترة طويلة. نرجو في البداية لما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا اللايك الجميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل إشعاراتنا. واللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك في القناة. ونبتدي في الموضوع على طول. أول حاجة فيها نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن تأثر على الجمال بتاع المرأة ومع تقدم العمر، فلازم تبقى حذرة منها، لأن الجمال ده مش بس مجرد المظهر الخارجي البراق، ولكن هو انعكاس لحالة الجسم الصحية وحالة العقل والعادات اليومية. فمع تقدم العمر بتظهر آثار وبتأثر في أسلوب حياتنا، بيأثر على بشرتنا، بيأثر على شعرنا، بيأثر على جمالنا ومظهرنا وملامحنا العامة. رغم طبعا ان العوامل الوراثيه بيبقى ليها دور كبير، ولكن بعض العادات اليوميه ممكن تكون السبب في تراجع مظهر الجمال بتاعك. ايه هي يا ترى الاخطاء اللي ممكن تقع فيها؟ اول خطأ اللي هو قلة النوم. قلة النوم اللي هو عدم وجود نوم كافي لمدة 7 ل9 ساعات كل يوم وبالليل، وتنامي بجودة عالية علشان هرمونات الميلاتونين وهرمون النمو يشتغل كويس، وعشان يحصل تجديد للخلايا بتاعت جسمك. فقلة النوم ديت عشان تقدري تحافظي على شباب البشرة بتاعتك خلال النوم، لأن الجسم طبعا بيعمل عملية هدم وإصلاح وتجديد ليمنح البشرة إشراقة كويسة وإشراقة طبيعية. فقلة النوم واستمرار قلة النوم ممكن تسبب تجاعيد وشحوب للبشرة، وممكن تسبب هالات سوداء وتظهري بمظهر عمر أكتر من سنك الحقيقي. تاني حاجة اللي هي خطأ بتقع فيه اللي هو الإجهاد المزمن. الإجهاد المزمن يعني تعيشي أو تعيشي نفسك في توترات مستمرة، طبعا بتأثر ديت على صحتك العامة وبتأثر على البشرة. فالإجهاد المزمن بيزود الهرمونات الجهاد، الهرمون الكورتيزون وهرمون الهدم، وبيتسرع الشيخوخة وبتساعد على ظهور التجاعيد وخسارة نضارة البشرة. فعشان نتخلص من الإجهاد والتوتر نتحكم في الحكاية ديت بتمرينات التأمل، ممارسة التأمل أو ممارسة الرياضة عشان نقدر نسيطر على التوتر ده. تالت حاجة إهمال الرياضة. إهمال الرياضة مهمة جدا لأنها بتقوي الجسم، بتعزز الدورة الدموية اللي بتعطي البشرة المظهر الصحي والمظهر الجمالي. فالتمارين الرياضية كمان بتكافح التوتر وبتقضي عليه وتخلص منه، وبتحافظ كمان على مرونة العضلات، ولها أغراض وفوائد كتيرة جدا الرياضة. فطبعا الرياضة تختار انت الرياضة المعتدلة اللي تناسبك وتناسب العمر بتاعك وتقدري تقومي بيها، بس المهم ان انت تداومي عليها باستمرار عشان توصلي وتاخدي الفايدة بتاعتها كلها. رابع خطأ بتقع فيه اللي هو إهمال الترطيب بتاع الجسم. الترطيب أو المية خصوصا مهمة للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها،
لأن الجفاف بيعتبر عدو الجمال. فعدم شرب كمية كافية من المية ومن السوائل بيعمل بشرة باهتة وخطوط دقيقة. فلازم تشربي على الأقل من لترين لترين ونص في اليوم، من 8 ل 10 كوبايات في اليوم من المية أو من المشروبات. وتهتمي بالترطيب بتاع البشرة كمان بالمرطبات والكريمات المناسبة. خامس خطأ اللي هو العادات الغذائية السيئة، ودي هنتكلم فيها بتفصيل في بعض أنواع من الأكل اللي المفروض تاكليه، وبعض أنواع من الفاكهة والمشروبات اللي تاخديها وهتفيدك فيها. لكن العادات الغذائية السيئة طبعا دايما نقول قللوا وينقصوا أو امتنعوا عن الإفراط في تناول السكر الأبيض والدقيق الأبيض والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات البسيطة والعصائر المليانة سكر والحاجات اللي هي بتزود السكر في الدم بسرعة، البايك بتاعه بيزيد وبعدين يمتص الجسم عشان ينتج الطاقة ويزيد إفراز الأنسولين وبعدين ينزل بسرعة ويحسسنا بجوع، فبيؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين وبيؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومشاكل القلب ومشاكل اضطرابات الأيض والكلام ده كله. فنبتعد عن الأطعمة المصنعة والحاجات دي، وناخد خضروات وفاكهة بتسرع بتحسن مظهر البشرة. وعلامات طبعا العادات السيئة ديت بتسرع الشيخوخة وبتظهر بثور وبتظهر حبوب وبتظهر شحوب للبشرة نفسها. فلازم يكون في غذاء صحي متوازن هنتكلم عليه، يكون فيه مضادات أكسدة وفيه حاجات ضرورية هنقولها. السادس حاجة اللي هو إهمال استخدام الواقي الشمسي والتعرض لأشعة الشمس اللي ممكن تسبب ظهور التصبغات والبقع العمرية والتجاعيد المبكرة. فلازم تستخدم الواقي الشمسي عشان تحمي البشرة بتاعتك من أشعة الشمس وضرر الأشعة الفوق بنفسجية، خصوصا في الأيام اللي هي الغامقة أو اللي فيها زيادة في نسبة الأشعة الفوق بنفسجية. سابع خطأ اللي هو إهمال الرعاية الذاتية، يعني تشغلي نفسك وتشغلي يومك طول يومك شغالة في البيت في تجهيز الأكل في مش عارف التنظيف الكلام ده، وما بتعطيش تخصصيش وقت لرعايتك أو رعاية ذاتية والاهتمام بجمالك. ده بينعكس سلبا على مظهرك. فلازم لحظات ان انت تفوق نفسك شوية وتعطي لنفسك وقت من الاسترخاء وتمارسي بعض الهوايات اللي بتجدد نشاطك وتجدد طاقتك وتنعشك وتشرق وجهك ويبقى وجهك مشرق وكويس. كمان الناس اللي بيشربوا من الكحوليات اللي ممكن تسبب الجفاف بتاعة البشرة وبتزود الالتهابات وبتعجل ظهور التجاعيد. فلو بتهتمي بجمالك فلازم تمتنعي تماما عنها إذا كنت بتشربيها. كمان عدم تجاهل الخطأ الأخير، تجاهل الإشارات بتاعة الجسم اللي هو جسمك بيعطيلك إشارات إن هو مرهق، إن هو عنده سوء تغذية. إهمالها بيأثر على مظهرك العام. فالإشارات الغير طبيعية اللي بتظهر على جسمك أو على بشرتك لازم تهتم بيها، ولازم تراعي صحتك وتراعي إن أنت تتخلصي منها. طيب بعد كده لازم بنعمل نصايح بسيطة علشان تعتني بالبشرة بتاعتك خصوصا بالليل. ان انت قبل ما تروح تنامي ان انت تزيلي او تشيل المكياج بتاعك وتنظفي البشرة بتاعتك باستخدام الغسول المناسب ليها. كمان لازم ترطبي بكريمات بتكون غنية بكولاجين وغنية بفيتامين أ عشان تتجنبي التجاعيد والشيخوخة المبكرة. كمان تستخدمي ماسكات عشان تعمل تقشير للبشرة على الأقل مرة كل أسبوع. قبل النوم يفضل إن أنت تعمليها، وتهتم بالمنطقة اللي حوالين العينين عشان ما يحصلش الهالات السوداء والكلام ده، تهتم بيها باستمرار. فقبل النوم مثلا ممكن تديني زيت لوز
كويس ومفيد، ويمنع ظهور الهالة السوداء. كمان تناول وجبة عشاء خفيفة فيها خضروات وفاكهة بتنظم عملية التمثيل الغذائي، فده برضك بينعكس إيجابيا على صحة البشرة، مع الترطيب اللي اتكلمنا عليه، اللي هو شرب المية الكافية، والأخذ الفاكهة والخضروات، والأكل السبانخ اللي فيه فيتامينات ومعادن وحديد ومواد الأكسدة، مواد مضادات الأكسدة، وحاجات فيها فيتامين ألف زي الجزر، بيحسن صحة الجلد. وناخد عصير جزر كل يوم بيساعد في محاربة البقع الداكنة في البشرة. وتاخدي الطماطم والبطاطا الحلوة والبرتقال والعسل النحل والمكسرات اللي هي فيها مضادات أكسدة وفيها أوميجا 3، اللي هي ضرورية لصحة البشرة وصحة الجسم. كمان الأوميجا 3 موجودة في الأسماك البحرية أو الدهنية، عشان تحارب علامات تقدم العمر وجفاف البشرة. طيب، كمان في الشتاء لازم ان انت تحافظ على بشرتك في فصل الشتاء. ضروري تغطي المناطق المكشوفة للهواء البارد، مثلا قبل ما تخرجي، قبل ما تروحي تنزلي من البيت، تغطي وشك ويديكي عشان تحميها وتحمي الجلد من التشققات والجفاف نتيجة الجو البارد. كمان ممكن تستخدموا مرطب الشفاه اللي بيحتوي على فازلين، وعدم غسل الوجه واليدين بعد العودة من المنزل، واختيار مستحضرات الترطيب الكويسة اللي فيها سيراميد وحمض الهيالورونيك، وتقليل المنتجات اللي هي فيها ريتينويد وأحماض التقشير اللي بتهدد الجلد انه ممكن يحصل له مشاكل. وكمان تدهين البشرة بتاعتك بكريم واكل الشمس قبل الخروج من البيت عشان تحميك من ضرر الأشعة الفوق بنفسجية. ولمزيد من الحماية بتتبع النظام الغذائي كويس اللي اتكلمنا عليه، وشرب السوائل الموجودة. الأكلات اللي هي مفروض إن احنا نهتم بيها علشان نحافظ على صحة البشرة وجمالنا بعد مع تقدم العمر، لأن مهم جدا للطاقة في جسمنا، والمركز الميتوكوندريا المسؤول عن الطاقة، ودور الدي ان ايه اللي فيها، وبيساعد على تحويل الطعام إلى طاقة. فبينخفض مستواه مع تقدم العمر، في منتصف العمر بيقل تقريبا النص. فممكن نعززه من خلال حاجات بتحتوي على فيتامين ب 3 اللي هو النياسين. وأكبر مصدر للنياسين اللي هو كبدة البقر اللي فيها مجموعة فيتامينات ب، ومصدر ممتاز للمغذيات الأساسية. كمان من الحاجات المفيدة جدا لجسمنا اللي هو اللحم الأحمر من الأبقار اللي بتاكل العشب أو بتتغذى على العشب، بتبقى غنية بالفيتامين النياسين والفيتامينات ب، أفضل من أكل اللحم الدجاج اللي بيحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 6 ومصدر للبروتين كمان. كمان بنهتم بالأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والبريبيوتيك. البريبيوتيك اللي هو زي الملفوف الني، خصوصا الملفوف الأرجواني والزبادي اللي هو عالي الجودة، ويفضل اللي بنعمله في البيت عشان يعزز صحة الأمعاء ويحسن إنتاج الناد اللي هو مهم جدا لإنتاج الطاقة. كمان بنهتم بالخضروات الورقية الصلبية اللي هو البقدونس والكرفس والبراعم بروكلي وبراعم الفجل، اللي غنية المادة السلفر اللي هو السلفورارين اللي بيزود الدين NAD وبيساعد في إزالة السموم من الجسم. والكركم مهم جدا لأن في مادة الكركمين اللي هي بنستخدمها ككاري أو إضافات لوصفات، أو نضيفها على اللحمة ونضيف عليها رشة ملح فلفل أسود عشان تسهل امتصاصها. كمان الأطعمة الغنية بأوميجا 3 زي ما قلنا، زي السلمون البري والأسماك الدهنية اللي غنية بأحماض DHA، الأحماض الدهنية الأساسية كويسة، وفيها فيتامينات ألف وفيتامين د. لازم المصادر ديت الأكل ندمجه في النظام الغذائي بتاعنا، ونهتم بأن اللحوم تكون من أكلات العشب علشان نستفيد منها أكتر، ونستغني عن المكملات الغذائية المصنعة
وندمجها في الأكلات بتاعتنا عشان نحصل على أقصى استفادة ليها. كمان في فواكه بتحمينا من علامات الشيخوخة، بنضمنها ضمن النظام الغذائي بتاعنا مع الرياضة مع النمط الصحي، اللي فيها مضادات أكسدة ومضادات التهاب زي البابايا. بتعزز الجسم مضادات أكسدة كويسة، بتبطئ ظهور الشيخوخة وبتحارب الشوارد الحرة، وفيها معادن وفيتامينات زي الفوسفور والكالسيوم ومضادات الأكسدة، وبتقلل ظهور تجاعيد الرقيق. كمان الرمان مهم جدا بيضاد الشيخوخة، لأن فيه عناصر غذائية مهمة، و فيه مكون من الرمان بيتحول بواسطة الميكروبات في الأمعاء، بيفيد الدماغ والخلايا بتاعته، وتكون مضادة للشيخوخة، وغني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. كمان الموز فيه ألياف قابلة للذوبان، وغني بفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ه وفيتامين ك، وغني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة. فالبوتاسيوم بيقوي حاجز الجلد، فبيأخر علامات الشيخوخة. كمان الكيوي ناخده بالنظام، بيخلي البشرة بتاعتنا أكتر شباب، لأن فيها فيتامينات ومعادن، بتقلل علامات الشيخوخة وتحافظ على صحة الجلد، لأنه بيساعد فيتامين سي علشان ينتج الكولاجين، والكولاجين مهم لصحة البشرة ومرونتها، فمهم جدا ويحمينا من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والجروح. البرتقال كمان مهم بفيتامين سي ومضادات أكسدة، بيقلل تجاعيد الخطوط الدقيقة. والبطيخ كمان مهم جدا، لأن فيه مية بتحافظ على الترطيب بتاع جسمنا، تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية، وفيها مضادات أكسدة وفيتامينات أ وس وه، وبيساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة. نرجو في النهاية يكون استفدتم من الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل، وشيروا الاقتراحات من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا لنا في التعليقات المواضيع اللي عاوزينها والاستفسارات، واي حد عنده تجربة حياتية يكتبها عشان غيره يستفيد منها. واللي ما اشتركش في القناة رجاء يعمل اشتراك، ونتمنى لكم الصحة والعافية للجميع. التفاعل الحي مع القناة هو اللي يبث القناة.